السيدة نوال شواشي ولاية العلوم القانونية، قلنا هي موضوع المداخلة بتاعها. شكرا سيد الرئيس. إذا كنا استمعنا منذ حين إلى انتزاع الانتزاع، وأنا سأحدثكم عن ضرورة استرجاع الاسترجاع، لأنه موضوع يتعلق بنزاع الاسترجاع. إذا نزاع الاسترجاع يطرح عندما لا تستعمل الإدارة عقارا انتزع من أجل المصلحة العامة أو في صورة عدم تحقيق الأشغال التي انتزع من أجلها العقار. في هذه الحالة هناك حق لصاحب العقار أن يطالب باسترجاع عقاره، وهذا الحق مضمون منذ القديم، بمعنى منذ الأمر العلي المؤرخ 5 سبتمبر 1905 بمقتضى الفصل 24، وكذلك ضمنه الأمر العلي المؤرخ 9 مارس 1939 بمقتضى الفصل 8. وتأكد كذلك مع فقه القضاء محكمة التعقيب التونسية بعد الاستقلال في 22 سبتمبر 1953. وإثر صدور قانون المحكمة الإدارية بتاريخ 1 جوان 72، وكان في نفس الوقت أمر 27 نوفمبر 1888 سريع المفعول إلى حدود 3 جوان 96، طرح الإشكال حول مرجع النظر القضائي لنزاعات الاسترجاع. وفي هذا الإطار بينت المحكمة الإدارية أن إثر تعهدها بالطبع بجملة من القضايا أن دعوى الاسترجاع تدخل في إطار الاختصاص الابتدائي للمحاكم العدلية، المحاكم الابتدائية العدلية، واستئنافيا وتعقيبيا في إطار الاختصاص الشامل للمحكمة الإدارية بمقتضى الفصل 2 من نفس القانون، قانون 1 جوان 72. وبالطبع ما يبرر هذا الموقف هو أن الاسترجاع هو حق شخصي يدخل في إطار القضاء الكامل، ونزاعات القضاء الكامل تسوسها في تلك الفترة الفصل الأول من عام 1888 وقانون 1 جوان 72. كنا ننتظر تغييرا عندما وقع إلغاء عام 1888 بمقتضى القانون 39 سنة 96 ومبادرة المحكمة الإدارية باسترجاع نزاع الاسترجاع. ولكن التغيير أو الإصلاح الهيكلي الذي عرفتها المحكمة الإدارية في 3 جوان 96، وكذلك الإصلاح على مستوى المعيار المادي والوظيفي بمقتضى هذا التنقيح لم يكن له تأثير على نزاع الاسترجاع. كيف ذلك؟ بخلاف قرارين فقط، أحدهما صدر في عام 1998 والآخر في 2001، بقيت وفي هذين القرارين اعتبرت الدائرة الاستئنافية المحكمة الإدارية أن الدور الابتدائي أنها لا تنظر في أو لا تراقب الحكم الابتدائي باعتباره صدر خارج اختصاص المحكمة العدلية، وبالتالي فإن الاختصاص يرجع بصورة شاملة للمحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا. ولكن بخلاف هذين القرارين 98 و 2001 بقي الاتجاه في أو نحو الإقرار الاختصاص الابتدائي العدلي للمحكمة العدلية والاختصاص الاستئنافي والتعقيبي للمحكمة الإدارية. هذا الاختصاص الذي بقي معناها توزيع الاختصاص بقي بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنه التأويل المعتمد دائما من طرف المحكمة الإدارية انبنى على قراءة تأليفية للفصل 9 من قانون الانتزاع من 85 سنة 76 الذي يقول أنه في صورة وجود نزاع حول الاسترجاع تتعهد به المحاكم المختصة، وعبارة المحاكم المختصة أولت دائما من طرف المحكمة الإدارية على أساس الفصل 30 من قانون 76 والذي يسند نزاع غرامة الانتزاع إلى المحكمة الابتدائية العدلية وبالطبع استئنافيا وتعقيبيا للمحكمة الإدارية. فالعلاقة كانت وطيدة بين على مستوى التأويل بين الفصل 9 والفصل التأويل عفوا الفصل 30، واعتبر نزاع الاسترجاع نزاعا متفرعا عن نزاعات عن الانتزاع، وهو كالغرامة يدخل في هذه النزاعات الفرعية التي تنطبق عليها نفس أحكام المتعلقة بغرامة الانتزاع. وشهدنا في المدة الأخيرة رغبة في استرجاع هذا النزاع من خلال قرار تعقيبي
عن الدائرة التعقيبية الثالثة للمحكمة الإدارية. وفي هذا القرار فاجأتنا هذه الدائرة التعقيبية بالقول أنه بمناسبة بالطبع قضية في استرجاع عقار صبغة أثرية تبين لمالكه أن أو لاحظ على الجرائد أن هناك بيع بالمزيد من هذا العقار الأثري الذي انتزعته وزارة الثقافة من أجل بالطبع تخصيص المصلحة العامة باعتباره ملكا عموميا أثريا، ولكنه فوجئ ببيعه بالمزاد العلني، فتقدم بقضية ابتدائيا أمام المحاكم العدلية. استأنف المكلف العام باعتبار أنه ربح القضية وأقرت الدائرة المحكمة الابتدائية العدلية استحقاقه واسترجاعه من هذا العقار. أيدت المحكمة الإدارية استئنافيا موقف الدائرة موقف المحكمة الابتدائية، فعقب المكلف العام أمام المحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية تقول أنه وأقرأ عليكم لأنه حقيقة الحيثية تستحق الذكر، تقول وحيث أن نزاعات استرجاع العقارات المنتزعة هي نزاعات إدارية أصيلة، كما أنها ليست نزاعات فرعية مثل ما هو الشأن للقضاء الاستعجالي أو قضاء إيقاف التنفيذ، حتى تخضع للقاعدة القائلة بأن الفرع يتبع الأصل في الاختصاص، ضرورة أن قضاء الاسترجاع قائم بذاته ومستقل عن نزاع تقدير الغرامة الذي أوكله المشرع إلى القضاء العدلي على غرار النزاع المتعلق بأوامر الانتزاع. وحيث طالما لم يعد إسناد نزاعات الاسترجاع بمقتضى نص خاص إلى هيئات قضائية أخرى غير المحكمة الإدارية، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بالنظر في تلك النزاعات في جميع مراحلها. وبالطبع نقضت الحكم الاستئنافي الصادر عن الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية كي تعيد النظر من جديد في القضية، وبالطبع يقع إقرار الاختصاص في جميع أطوار التقاضي للمحكمة الإدارية. وحيث القضية أمام الدائرة الاستئنافية، الدائرة الاستئنافية لم تساير الدائرة التعقيبية. فقط أذكركم بأن لماذا القواعد المطبقة هي قواعد قانون 76 وبالتحديد فصل 30 قديم، لأن القضية هذه تندرج في إطار الأحكام الانتقالية التي جاء بها الفصل الخامس من قانون 2003 المنقح لقانون 76، والذي يقول تبقى الانتزاعات التي تمت إلى تاريخ 2003 تحت طائلة قانون 76. القضية هذه وإن كانت الحكم حديث فيها إلا أنها خاضعة للأحكام الانتقالية وإلى الاختصاص الابتدائي عدلي استئناف تقرير محكمة إدارية. الدائرة الاستئنافية لم تساير الدائرة التعقيبية وحكمت بعكس ما قضت به الدائرة التعقيبية بالقول أنه وحيث تبين بالرجوع إلى التشريع المتعلق بالانتزاع أن عملية الانتزاع يمكن أن تفرز عدة نزاعات متعلقة إما بشرعية أمر الانتزاع أو بتحديد غرامة الانتزاع أو بطلب استرجاع العقار المنتزع، والجامع بينها هو أمر الانتزاع الذي يعتبر منشئا لكل تلك النزاعات. وقضت بالاختصاص الابتدائي للعقار العدلي والاستئناف والتعقيب للمحكمة الإدارية. عقب للمرة الثانية المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة، فانتصبت الجلسة العامة في هذه المرة للحكم، والجلسة العامة رفضت هي أيضا الاسترجاع وأقرت ما ورد على لسان الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالقول وحيث يعد قضاء إرجاع العقارات المنتزعة فرعا من قضاء الانتزاع ويخضع لذات قواعد الاختصاص التي تم بيانها مثل ما درج عليه فقه قضاء هذه المحكمة وأيدها في هذا المنحى مجلس تنازع الاختصاص. أذكركم بأن مجلس تنازع الاختصاص هنا كان قد قضى في قضايا الاسترجاع في قضيتين نذكر القضية عن 27 والقضية عن 62، واعتبر أن الاختصاص هو ابتدائيا للعدل واستئنافيا وتعقيبيا فقط للمحكمة الإدارية. إذا هذا هو الموقف المحكمة الإدارية إلى هذا القرار الحديث جدا وهو صادر بتاريخ جانفي 2016 تتمسك بالاختصاصها فقط الاستئنافي والتعقيبي. بالنسبة لقانون 2003 الذي جاء منقحا للقانون 85 سنة 76 فإنه يمنع تماما المحكمة الإدارية من النظر في هذه النزاعات باعتبار الفصل 30 جديد يعطي الاختصاص ككتلة
كاملة للمحاكم العدلية بدرجاتها المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويقصي تماما المحكمة الإدارية، والعبارة واضحة: تنظر المحاكم العدلية المبينة بمجلة المرافعات في جميع النزاعات المترتبة عن الانتزاع، وتشمل كل النزاعات ما عدا أمر الانتزاع الذي يطعن فيه بدعوى تجاوز السلطة. إذا الوضع هذا هو حاضر نزاع الانتزاع. مستقبل نزاع الانتزاع من خلال هذا المشروع الذي هو أمامنا اليوم، وتحت ربما في إطار مناقشته، هذا المشروع يتجاهل تماما المحكمة الإدارية، يتجاهل تماما الاختصاص الدستوري، وكما ذكر ذلك زميلي وصديقي سيد القاضي، الفصل 116 الذي ينص على أن المحكمة الإدارية تختص في تجاوز الإدارة لسلطتها وفي النزاعات الإدارية. لا نجد في الفصل 36 من مشروع القانون أي إشارة، هو فقط إعادة حرفية للفصل 9 قديم من القانون القديم الذي معناها بحذافيره وقع وضعه. وأظن أنه لا أدري، أتحدث تحت رقابة من أعد هذا المشروع، لم يقع إثارة أو وكأنها رغبة في عدم الخوض في هذه المسألة المتعلقة بالاختصاص. ربما يوجد مشاكل تطبيقية وكما ذكر ذلك السيد الرئيس قبل قليل، ولكن لا يمكن، وإن وجدت مشاكل تطبيقية لا يمكن أن نخرق الفصل 116 من الدستور، باعتبار أن النص صريح ويبين الاختصاص الواضح والصريح للمحكمة الإدارية في هذه النزاعات. ربما نتساءل كيف يمكن أن يقرب القضاء للمواطن في مسألة الانتزاع والاسترجاع، والمسألة تهم معناها كل أجزاء التراب الجمهورية. هناك إما إمكانية لتضمين ذلك سلطة الأحكام الانتقالية بالقول أن هناك إما دوائر جهوية أو تنتصب بالدوائر المحاكم الابتدائية العدلية في مرحلة أولى وينتصب فيها القاضي الإداري إلى حين تركيز المحاكم الابتدائية الإدارية وكذلك الاستئنافية والمحكمة العليا. وكذلك هذا بالنسبة لإمكانية تجاوز هذا الإشكال بالنسبة لنزاع الاسترجاع. المسألة تتعلق بحق شخصي، وهو نزاع يطرح الذات العمومية أو الدولة التي مارست صلاحية من صلاحيات السلطة العامة في أوجه في تجلياتها الواضحة أو في أحسن تجلياتها، ولا يمكن القول بأن هذا الحق في الاسترجاع ليس نزاعا إداريا، فالنزاع إداري أصيل ولا يمكن أن نتجاهل اختصاص المحكمة الإدارية. حسب رأيي، وأختم بهذا، صياغة هذا المشروع بالنسبة للجانب المتعلق بغرامة الانتزاع من اختصاص القضاء في مثل الغرامة وكذلك في الاسترجاع، أظن أنها بدت متسرعة غير مركزة، وربما تخفي رغبة في عدم الخوض في هذه المسألة لوجود إشكالات تطبيقية تهم هذه المسألة. ولكن أظن أن إعلاء الفصل 116 باعتباره في أعلى هرم القواعد القانونية تكون أهم وتستوجب المراعاة قبل وجود هذه المشاكل التطبيقية. شكرا لكم.